رأيك في اوضتك الجديدة يا ريم؟ زي ما كنت عاوزاها مش كده؟ ايوه يا ماما، واحلى كمان. انتي ما نسيتيش اي حاجة خالص من اللي أنا قلتها لك. شكرا يا ماما، الأوضة عجباني قوي، وكمان المكان ده احلى من المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، وهادي اكتر. انا مرتاحة هنا قوي يا ماما. الحمد لله انه عجبك، بس عاوزة اقولك على حاجة، ما تتكلميش مع اي حد هنا خالص. احنا لسه جايين المكان ده ومش عارفين اي حد، عشان انتي ممكن تتكلمي مع حد ويطلع شرير ويأذيكي، فاهمة يا ريم؟ حاضر يا ماما. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ انا جارتك، ساكنة هنا جنبك بالظبط، ولسه عارفة ان انتوا معزلين هنا. اهلا بيكم، المكان هنا هادي وجميل وهيعجبكم قوي. انا بقى هنا مشهورة في المنطقة بالحلويات، فقلت لازم احتفل بيكم بأحلى كيكة. انا اتمنى كيكة تعجبكم. شكرا ليكي جدا ولذوقك. مين يا ماما؟ مين اللي جالنا؟ الله، ايه الأمورة دي بنتك؟ ما شاء الله عليها، تجنن. ازيك يا حبيبتي؟ انا طنط نهلة وساكنة هنا جنبكم، وجيت اتعرف عليكم وارحب بيكم، ولو محتاجين اي حاجة انا موجودة. شكرا ليكي جدا. الله، كيكة، انا بحب الحلويات قوي. تعالي عندي وانا هديكي حلويات كل يوم. بس ماما قالت لي اني ما اروحش. ادخلي اوضتك يا حبيبتي دلوقتي، ماشي؟ حاضر يا ماما. انا بشكرك جدا تاني، وكمان شكرا لاهتمامك بينا. العفو، على ايه؟ ولو احتجتوا اي حاجة ما تتكسفوش. بصي يا ريم يا حبيبتي، اللي انا اقولهولك تخليه جوه دماغك وبس، انما ما تقوليهوش قدام حد. يعني طنط نحلة دلوقتي جاية وجايبالنا معاها هدية، ما ينفعش يعني نقول كده قدامها. يعني ممكن نعتذر بطريقة شيك، انما ما نقولش كده، صح؟ حاضر يا ماما. معلش بقى يا ماما، ما كنتش اعرف، انا اسفة. اتفضلي يا نهلة، اتفضلي يا حبيبتي. يا ماما، العربي ده صعب قوي يا ماما، انا مش عارفة افهمه خالص، انا محتاجة درس فيه يا ماما. حاضر يا حبيبتي، ما تقلقيش خالص، انا هشوف لك مدرس عربي كويس ونتفق معاه. درس ليه؟ درس ليه وانا موجودة؟ تعالي يا ريم وانا هذاكرهولك، ده انا بعشق مادة العربي دي وشاطرة فيها جدا. تعاليلي وانا هخليكي اشطر واحدة فيه. لا بجد يا نهلة، مش عايزين نتقل عليكي ولا حتى نتعبك معانا. اوعي تقولي كده. تعالي بس وانا هخلي العربي ده اسهل مادة بالنسبة لك. بجد يا ريت. حاضر، هجيلك. يا ماما، انا رايحة لطنط نهلة علشان الدرس. ماشي يا حبيبتي، ما تزهقش بقى طنط وركزي معاها، ما تزعليهاش منك. حاضر يا مامي، هركز. الو، ايه الاخبار يا نهلة؟ طمنيني، ريم شاطرة معاكي ومركزة ولا ايه؟ ولا مطلعة عينك؟ لا، دي كانت شاطرة معايا جدا، بالعكس. طب يلا بقى يا طنط نهلة، خليها تيجي عشان تتغدى. وتعالي معاها انتي كمان علشان انا عازماكي، ولا نسيتي؟ اخليها تيجي؟ قصدك ايه؟ انت قصدك انها ما جاتش البيت؟ ما جاتش، هي طلعت من عندك يا نهلة. من بدري، لسه ما وصلتش البيت. ازاي؟ غريبة، احنا ذاكرنا ساعة واحدة بس، وقالت لي انها هتروح البيت من ساعتين. ايه؟ ساعتين ازاي؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ هتكون راحت فين؟ ده بيتي جنب بيتك بالظبط. طب يا ماجدة، تعالي اسأل الجيران، مش يمكن حد شافها وهي خارجة؟ وبعدين يا نهلة، هعمل ايه انا دلوقتي؟ ريم بنتي راحت فين؟ مفيش اي حد شافها النهارده خالص. يعني ايه؟ يعني اختفت؟ لا يكون في اي حد خطفها يا نهلة. هو انت يا نهلة ما شفتيهاش وهي خارجة من عندك؟ كانت ماشية منين؟ استني يا حبيبتي، ما تعمليش كده في نفسك، هنلاقيها ان شاء الله. انا هبلغ البوليس. لا، بوليس ايه دلوقتي؟ احنا لسه هندور دلوقتي كويس، مش يمكن تكون تايهة ولا حاجة؟ ما هو هيساعدنا نلاقيها. هبلغ البوليس. طب خلاص ماشي، براحتك، انا جاية معاكي. لو سمحت
سمحت يا حضرة الضابط، أنا بنتي اختفت ومش لاقيها خالص. طب اهدي بس كده وقوليلي على كل التفاصيل وهنعمل اللي نقدر عليه، ما تقلقيش. رحتي فين بس يا ريم؟ وحشتيني قوي. اتفضلي يا فاطمة. أنا عاوز أقولك على حاجة يا ماجدة. أنا طبعا عارفة إنك مش هتصدقيني، بس هقولها لك وخلاص. أنا كنت في الجنينة مع محمود ابني، وكان بيلعب طول اليوم، وشفت ريم وهي داخلة عند نهلة ومطلعتش من بيتها خالص. ولما لقيتكم بتدوروا عليها استغربت جدا، وقلت ازاي، ما هي جوه البيت عند نهلة. هما ليه بيدوروا عليها وهي جوه؟ انت قصدك ايه؟ انت بتقولي ايه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ دي نهلة دي صاحبتي، مستحيل تأذيني، كمان مستحيل تأذي بنتي. مش ممكن، مش ممكن. انا قلت لك على اللي شفته، تصدقيني بقى ما تصدقينيش دي حاجة ترجع لك انتي، بس انا قلت اساعدك. وبعدين بيني وبينك يعني انا مش برتاح لنهلة دي خالص، والله حرام عليكي. دي ست عايشة لوحدها وبتحب الناس والأطفال جدا. الصراحة يعني انت ما تعرفيش هي بتعمل بنتي ازاي. خلاص بقى، ربنا يظهر الحقيقة. انا بس قلت اقولك على اللي شفته. وبعدين معقول؟ لا مش ممكن، مش نهلة خالص اللي تعمل كده. لو سمحت يا حضرة الضابط، هو انا ممكن نطلب منك طلب؟ أمور يا مدام ماجدة. هو بس ممكن حضرتك تفتش بيت نهلة جارتي؟ حضرتك تقصدي نهلة جارتك اللي كانت جاية معاكي؟ طيب ليه حضرتك شاكة فيها؟ دي جارتي وصاحبتي. انا بس كنت عاوزة اتأكد من حاجة. حضرتك فتشت بيوت كل المنطقة الا بيتها، انا قلت بس نتأكد مش اكتر. تمام، اللي حضرتك تشوفيه، احنا في الخدمة. شكرا يا حضرة الضابط. لو سمحتي، معايا امر بتفتيش البيت. تفتيش البيت؟ ليه؟ هو ايه اللي بيحصل يا ماجدة؟ هو انت شاكة فيا ولا ايه؟ والله معلش يا نهلة، ما اقصدش ابدا اني اشك فيكي. طب خلاص يا حضرة الضابط، بلاش. انا اسفة، المفروض نعملش كده. يا ماما الحقيني يا ماما. الحقيني يا ماما، طنط نهلة حبستني عندها وقالت لي لا مش هرجع البيت ولا هشوف مامتي تاني ابدا، وكمان كانت عايزة تاخدني وتمشي من هنا، وقالت لي هنروح مكان تاني بعيد عن مامتك خالص. انتي يا نهلة تقدري تعملي كده في بنتي؟ ليه تعملي كده؟ ممكن توضحي لنا ايه اللي بيحصل يا مدام نهلة؟ يا جماعة انتوا مش فاهمين اي حاجة. البنت دي بنتي انا، مش بنت ماجدة، واسمها رنا مش ريم، وماجدة هي اللي خطفاها مني، وعندي كل اللي يثبت ده. انا مش حرامية ولا بخطف اطفال، انت اللي خطفتي رنا بنتي. يا ماما انت ساكتة ليه يا ماما؟ قولي حاجة. انت اللي ماما مش هي صح؟ انا من اول ما كبرت ما شفتش اي حد قدامي غيرك، واول مرة اشوف الست دي في حياتي. طب بيتك عن ان هي بنتك؟ هجيب لك الاوراق وصورتها حالا، بس اللي في الصورة دي مش ريم خالص، دي واحدة تانية، وكمان مكتوب ان اسمها رنا مش ريم. ازاي تبقى هي؟ لا هي بنتي، انتوا كمان عاوزين تخطفوا بنتي؟ والله كلكم وحشين، ابعدوا عني. انا كده فهمت كل حاجة، اتفضلي معايا على الاسم. انا خايفة قوي يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي، كل حاجة هتبقى تمام. الست دي مريضة نفسيا، شكلها كده محتاجة دكتور يشوفها ويعرف هي عندها ايه بالظبط. ما ينفعش تفضل هنا كده. مساء الخير يا حضرة الضابط، الحالة اللي حضرتك بعتها لي على المستشفى طلعت فعلا مريضة نفسية. هي حصلت لها كده حادثة بخصوص بنتها، ومن وقتها أثرت على نفسيتها قوي، وهي حكت لنا الحادثة بالتفصيل. بتعملي ايه يا رنا يا حبيبتي؟ بلعب يا ماما مع سبونج بوب وبسيط، وكمان بلعب شوية مع كلبوبي. بجد؟ طب ما تتأخريش يا حبيبتي، وكمان ابعدي عن العربيات، انا هدخل اشتغل شوية وكمان شوية تعالي. حاضر يا مامي. وفعلا دخلت نهلة البيت، لكنها بعد شوية اتفاجأت. للأسف الكلب بتاع بنتها كان بيجري، وهي كانت بتجري وراه، ولكن العربية خبطتها وجريت بيها على المستشفى، ولكن للأسف ما لحقتهاش. البنت خلاص كانت ماتت. من وقتها كل ما تشوف بنت تفتكرها بنتها وتبقى عايزاها تعيش معاها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هي كده فعلا محتاجة مساعدة. عاملة ايه يا ريم دلوقتي؟ طمنين عليكي. الحمد لله يا حضرة الضابط، انا كويسة. معلش يا ريم، انا بس محتاج منك تحكي لنا كل اللي حصل بالتفصيل. حاضر. انا فعلا دخلت عند طنط نهلة وشرحت لي الدرس وفهمته، وكانت مبسوطة مني قوي، وادتني شوكولاتة كمان. وفجأة ايه ده؟ ايه ده؟ رنا، وحشتيني قوي يا رنا. كنتي فين طول المدة اللي فاتت دي؟ بعدتي عني كل ده ليه؟ رنا مين يا طنط؟ انا ريم. ريم؟ لا انتي مش ريم، انتي رنا بنتي. تعالي يا رنا شوفي اوضتك. هو انتي مش فاكراها؟ يا طنط والله انا ريم، انا بنت ماجدة. ماجدة صاحبتك يا طنط، مش رنا خالص. اصلا مين رنا دي؟ لا انتي رنا، يعني رنا. طنط انا عايزة اروح، انا عايزة ارجع لماما، انا خايفة. انتي مش هتخرجي من هنا ابدا، انتي بنتي انا بس، ومش هضيعك مني تاني ابدا. تعالي يلا بصي اوضتك، كل حاجة زي ما سبتيها بالظبط، مفيش اي حاجة في الاوضة اتغيرت. يلا بقى العبي بألعابك اللي انتي كنتي بتحبيها، وكمان هجيب لك شوكولاتات كتير كل يوم. يا طنط سيبيني اروح يا طنط ارجوكي. وهو ده بس اللي حصل، وانا كنت مرعوبة منها قوي. واضح ان هي مريضة ولازم تتعالج. انا هروح بقى افتح الباب اشوف مين. نهلة؟ ايوه انا يا ماجدة. ما تقلقيش مني، انا خلاص اتعالجت الحمد لله، وبقيت عارفة ان بنتي ماتت. انا بس ما كنتش قادرة اعترف بكده من شدة الصدمة، ولكن لما اتعالجت بقيت احسن، وبقيت اقدر اتعامل مع الناس غير الاول خالص. انا اسفة يا ماجدة على اللي انا عملته معاكي ومع ريم. انا عمري ما كنت هأذيها، وبرضه ما كانش قصدي اخوفها بالشكل ده. وبعد ما خفيت الحمد لله قررت اني اتبنى بنوتة جميلة تعيش معايا وهتبقى زي بنتي بالظبط. احب اعرفكم على ابتسام. تعالي يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ امورة قوي ما شاء الله. دي فكرة حلوة قوي يا نهلة، دي احلى حاجة عملتيها. ومتخافيش، احنا هنا كلنا اصحابك واخواتك وحواليكي، ومش هنسيبك ابدا تزعلي ولا تحسي انك لوحدك تاني. ومن النهاردة ابتسام بنتك هتبقى اخت ريم بنتي، وهنعيش كلنا في سعادة مع بعض. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.